ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده جه ميعادنا مع حلقه جديده من مسابقه دكتور محمد طنطاوي، وهكلمكم على حاجه بمناسبه ان احنا داخلين فصل الشتاء، ودايما في فصل الشتاء بننسى ايه؟ نشرب ميه. في الصيف دايما بيحركنا العطش، لكن في الشتاء دايما بننسى ان احنا نشرب ميه، ودي بتبقى مشكله. يقول لك انا ممكن اقعد يومين ثلاثه ما اشربش ميه خالص. طب هل الميه مهمه؟ يوه، ده الميه دي كل حاجه. انا كل العمليات الكيميائيه والحيويه اللي بتتم في جسمي دي عايزه ميه. اللي عايزه اخس، عايزه اتخن، حرقي، كل حاجه بتتم عندي في جسمي محتاجه ميه. تنظيم درجه حراره الجسم، لما اتحر فاعرق، ده عايز ميه. كل الافرازات اللي بتفرز جوه جسمي، جوه المعده، جوه الامعاء، اللعاب، كل حاجه محتاجه ميه. طيب انا وزني 60% منه ميه، حاجه كبيره قوي. يعني الميه دي احنا محتاجينها عشان الحياه، وقلتها بتعمل مشاكل كبيره قوي. الناس بقى ممكن تبقى تشتكي من صداع مزمن، مش عارفه مصدعه ليه، وهي في الاخر نبص ان انا مش بتشرب ميه كويس. الارهاق، قله النوم، البشره الجافه، ممكن بقى الموضوع يتطور بقى لمشاكل في القلب، ومشاكل في الضغط، ومشاكل في الدم. ممكن تاثر على مشاكل في الكلى، بالذات على المدى الطويل. طيب احنا الميه بتخرج مننا، طبعا بتخرج مننا على هيئه بول، براز. التنفس ده بيخرج ميه. الجلد، العرق. الناس اللي بتعرق كتير قوي قالك ممكن تفقد لغايه لتر في اليوم. فاحنا بالتالي احنا محتاجين الميه، عشان احنا محتاجين عشان عمليات الحيويه بتتم جوه جسمنا، وعشان كمان احنا بنفقد ميه. عايزه اتكلم على نقطه بس مهمه. احنا اتفقنا ان احنا 60% من وزننا ميه. الناس اللي عندها سمنه وبيبقى عندها الخلايا الدهنيه بتبقى عددها كتيره او حجمها كبير. الخلايا الدهنيه مشكلتها ان محتواها من الميه بيبقى قليل جدا، فكل ما بتكبر الخليه او كل ما بتزيد نسبه الدهون في الجسم بتقلل من نسبه الميه في الجسم. يعني ممكن توصل لغايه 40%، يعني تقل الميه من 60 ل 40%، وده بيأثر على كل الوظائف الحيويه في الجسم، وممكن يأثر كمان على الناس دي بتلاقي صعوبه انها تنزل في الوزن. فبالتالي الميه مهمه جدا. مصادر الميه 80% من المشروبات، و20% عن طريق الاكل. طب انا محتاجه قد ايه بقى ميه كده في اليوم؟ اقول لك والله ده في عوامل كتير بتحدد، يعني ده راجل ولا ست، بتختلف السن، البيئه، الحركه اللي بتحركها. بس خلينا يعني نقول متوسط السيدات 2.7 لتر ميه، والرجاله 3.7 لتر ميه، ده احتياجي. بس احنا اتفقنا ان احنا بناخد 80% مشروبات و20% من الاكل. يعني نشرب قد ايه؟ قال لك السيدات تشرب كده 8 اكواب ميه في اليوم، والرجاله تشرب 12 كوبايه ميه في اليوم. طب هل هي ميه بس؟ نظريا قال لك لا، حاجات تانية. بس طبعا يفضل دايما ان هي تبقى ميه بيور، ميه. لكن صراحة ممكن تتحسب من الأعشاب، ممكن تتحسب من الحليب، لو بنشرب عصاير فاكهة، الشاي والقهوة ممكن يتحسب. بس نخلي بالنا من حاجة، ان الشاي والقهوة مضرات بول. فبالتالي انا المفروض ان كل كوباية شاي او قهوة بشرب قدامها كوباية مية مكان اللي هتنزلها. ودلوقتي جه ميعادي مع السؤال بتاع الحلقة النهاردة. مطلوب مني اشرب كام كوبايه ميه بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجاله؟ وخلي بالكم انا قلت عدد كوبايات ميه مش اللترات. فانا محتاجه اشرب كام كوبايه ميه لو انا ست، ومحتاج اشرب كوبايه ميه لو انا راجل. ان شاء الله تمنياتي ليكم بالفوز، واشوفكم دايما على خير. مع السلامه.